السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيتكم اليوم فيديو جديد راح نوري لكم مشترياتي الطفلي لهذا الشتاء ان شاء الله. راح ندير لكم بارتي 1 ونكمل لكم بارتي 2. البيبي تاعي عمره عام و7 شهور، فهمتوا؟ دوكا كاينين اللي يحبوا هكا يشوفوا كيفاش كاينين مبتدئات في التربيه. انا ثاني مبتدئه، بصح يعني عندي افكار وقلت كيما يقولون نفيد ونستفيد. راح نشارك معكم مجموعة من المشتريات والفيديو الجاي نكمل لكم المجموعة الثانية. نبداو بسم الله على بركة الله. ما تنساوش قبل ما نبداو الفيديو اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. شوفوا البنات، انا هنايا في الشتاء لازم اول حاجة قصدي تركزوا وتديروا تركيزكم كامل على الديباردور وعلى الملابس الداخلية، فهمتوا؟ لانها الملابس الداخليه مهمه جدا باش البيبي ما يمرضش. خاطر كي تلبسي له تريكو كيما هكا وما تلبسيلوش تحته ديباردور ولا تريكو بو اكيد راح يمرض لك. شوفوا انايا نبازي على هذم. اول شيء شريت هذوما لي تريكو بو، شوفوا معايا، شريت هذوما لي تريكو بو هكا ديباردور هما. نلبسهم تحت الشتاء كامل نتعبدهم. شريت له 3 من هذوما، شريت له تاع 12 باش باسكو ما لقيتش اللي اقل و ميمتون باش ما يتزيروش عليه. شريت له 3 من هكا نتعبدهم في الشتاء، يعني مستحيل نحي واحد نلبس واحد، فهمتوني؟ هذا اول شيء شريت له منهم 3. وشريت له هذوما لي بودي كيلوت. هنا هم الاستيك وديجا النوعيه هذه تتكسل، يعني كي تغسليها مره زوج تتكسل طول. هذوما لي بودي كيلوت يعجبوني. هنايا الركبه تاعهم مغلوقه و ميم طون يحكموا لك الظهر تاع البيبي باش ما يدخلوش الهواء، يعني كي يعود الشتاء والبرد كي تلبسي له هاد البودي كيلوت تغلقيه باش ما يدخلوش البرد من ورا ظهره، باسكو على بالكم باللي الركبه والظهر هما اللي مرضوا البيبي، فهمتوني؟ شريت له هذوما زوج هكا، هذوما زوج، فهمتوا؟ وعندي ديجا زوج واحد اخرين جايين في الابيض، عندي زوج اخرين يعني عنده 4 هكا نقدر نكملوا بهم فصل الشتاء كامل. هذوما نتعبدهم نلبس دي باردر وبعده هذا نهضر كي برد الحال وبعد نلبس له هكا ونلبس له واش راح نلبس له، يعني لازم هذوما اساسيين ما نحيهمش شتاء كامل. الاسعار تاعهم هذوما شريتهم ب25,000 للواحد، وتريكوت بو هذوما زوج هكا ب25,000 صح. بعدهم واش شريت له كيما هكا نبداو بالتريكوات. شريت له هذا الموديل جاي شويه خشين، يعني تاع الوقت هذا، ماشي تاع البرد طول، ماشي تاع ديسمبر وجانفي، لا تاع الوقت هذا. شوفوا كيفاش يجوا شغل شويه خشان هكا وجايين واسعين، يعني حتى تلبسي تحتهم حاجه ملاح فيهم هذا الجيب. شريت، شوفوا انا من كل حاجه نشري زوج، من كل يعني نوعيه تاع تيسو نشري زوج، لازم نشري زوج يعني باش تكون تبديله، باسكو الحاجه اللي تمرض البيبي كي تديروا حاجه خشينه وبعد تبدلوا حاجه رقيقه هذيك اللي تمرضوا. شريت له هذا جاي في الجري، وبالعاني شريتهم كبار شويه باش يكملوا له الشتا. وشريت له هذا في النوار، شريت له هذا في الجري وشريت له هذا في النوار جايين هكا صح. شريت له هذم الاسعار تاعهم ب75,000 للواحد، 75,000 للواحد صح. شريت له هذم التريكوات هكا، هذو عجبوني شغل جايين ستيل جوكينج، تحسيهم ما يشبهوا لي جوكينج، خفاف طول خفاف هكا، شوفوا كيفاش خفاف، يعني تقدري تلبسيهم له حتى كي يعود الصيف شتا خارج هكا، كي يعود دوكا في البدايه. هكا شريت له 3 هكا، هذوما يتباعوا 3 ب100,000. شريت له 3، شريت له هذا في الغوج وهذا في الفار ديجا ولبسوا البارح قيسوا. وشريت له واحد في الجري، في الجري ديجا راني غسلته لبسته له، باسكو صح بني ما عندوش تبديلات نتاع الشتا، يعني كأنه هو اول بيبي ليا ما كنتش موجدت له هكا. شريت له 3 من هكا، هذا ما يجوا مام تحت الفاست في الشتاء، يعني ماشي حاجه. وقلت ان شاء الله كي نخرج المره الجايه نشري لهم سراول يعودوا هكا يتناسقوا معهم صح. الحاجه واحده اخرى شريت هذا. انا المشتريات تقريبا اللي شريتها المره هذه كامل تاع خفاف، ماشي تاع البرد الطول، يعني البرد القارص هكا. هذا شريته، هذا شريته لي ماما، عجبني، جاي كاليتي مليحه
مليح. مام هذا مع سروال تاعو، والله السروال تاعو ديجا قاسو بالتفاح كان ياكل، راني حطيته في الغسيل هكا ب70,000. صح نوريكم هذو من هام السراول هذوما. كاين هذا نتاع جوكينغ يجي وحده كيما هكا، وعندي واحد ديجا كيما هكذا جري كلار، يعني نفس لا كولور تاع هكا. وعندي هذا، وعندي كيفو في الجري ثاني، فهمتوا. ومعوله ان شاء الله نخرج نشري له في النوار، ونشري له سراول الخشان تاع كي يبرد الحال طول. واحسن حاجه عجبتني في مشترياتي، حاجه اللي دات لي عقلي، اللي تقريبا تقدروا تقولوا خرجت عليها من شفت البوبليكاسيون ولا البوبليسيتي في الاخر في الباجا اللي من تاع البازار اللي شريت منه، رحت نجري وامنوني والله العظيم لقيت سله فرغت. كاين هذا البازار نشرو من عنده ديما حنايا في اولاد جلال، في ولايه اولاد جلال، يبيع باسعار ما تتخيلوش كيفاه، اسعار ناقصه طول، وسلعه تاع الخارج كما نقولوا بريمارك مليحه. شوفوا هذوما البيجامات، شوفوا عجبوني، يهبلوا. شوفوا كيفاش يجيو. كنت حابه نشري له دي غرونويير تاع الدار، ويعني هكا تيشيرت تاعهم مقطن ما لقيتش، لقيت غير تاع لي نوفوني، قلت نشري هكا ديباني حتى. شوفوا هذو البيجامات البنات شحال كيوت، سو كيوت، يهبلوا جايين هكا مخدومين خدمه مليحه، بلاستيك هنايا، وهذه تطلع الفوق حتى لنهايه، قريب توصل الرقبه، تطلع بيان. شوفوا هنايا كيفاه مغلوق وجاي الاستيك او ميم طون مقطن هكا. شوفوا التريكو تاعو كيفاش يجي بالقفايل حتى طول. قال لي البني انا يعمرو عام و7 اشهر، قال لي اديله رقم 90، القياس هنايا تلقيه 90. انا ما لقيتش في الاخر في السفره لقيتهم خلاصو، جبت له في الماغو هذه 90، جيدته يعني مليحه واسعه في الماغو، هاي ليكم شحال تهبل. وما لقيتش في السفره، جبت له 80، يعني جايه كيف ماشي بعيده عليه في القياس. هذوما بيجا، اني قلت لكم انا من كل حاجه نشري زوج باه ما نقعدش مونك، فهمتوا. صح. شوفوا هذوما ما عارف كي يسموهم انا نسميهم بابوش. شوفوا كيفاش جايين، ما لقيتش الالوان تاع الذكور، لقيت غير كامل تاع بنات. صدقوني اللي تجيب الطفل مغبونه، ما كانش كي تخرجوا الحوايج هذه الكيوت، الحوايج هذه الظريفه، ما تلقاوش طول تاع الاولاد، تلقاو غير تاع البنات. هذا سموه التمييز العنصري شوفوا شريتها، هو قالوا باللي رقم 12 هو نتاع اللاج هذا، بصح انا كي جبتها لقيتها شويه صغيره، يعني هاد السمال هذيا ولا هاد الفراش تاعو لقيته شويه صغير، بصح مليح، جيت تقشيره وتطلع. هاي لا عجبتني. وتجي هنايا هكا، يعني يقدر يمشي بيها هكا عادي. شريتها هذه ب25,000. وشريت له هذا، ما انا وليدي شعره طويل نحكمهولو ديما. وشوفوا انا عندي هذا لقيتهم هكا شغل بروموسيون، بصح وشيه كامل نفس الكولار. وما نكذبش عليكم انا ما نحبش الالوان الفاتحه بزاف، باسكو بني يغبني مازال صغير، وكي ياكل يطيح على روحه ما تخيلوش. ما لقيتش الالوان، لقيتهم كامل في البلو كامل. شوفوا هذوما نتاع صوف ولا صارمه ولا شي يسميهم، نتاع 12 مليح بصح يعني يجيه وافي. هذوما صوف هكا، شريت له زوج، هذوما كيبرد الحال طول. وديجا عنده زوج اخرين من العام اللي فات، ديجا شريتهم كبار هكا. هذوما هكا زوج ب100,000، زوج ب100 يعني الواحد ب50. وعنده هذا الفاست، شوفوا الفاست هذه شريتها العام اللي فات في العيد، ماشي في العيد، لا نسيت وقت شريتها. هذه شريتها العام اللي فات مع البودي تاعها. البودي تاعها لبستوله في الصيف تقطع ديجا. وهذه اوريجينال، هذه غوتشي اوريجينال دوبل فاس. شوفوا شحال هايله. هذه شراها له بابا. شوفوا كيفاش جايه دوبل فاس وتجي مبطنه، يعني مام هنايا هاد اللي هاد الفاصات زوج، وبيناتهم ديجا كاين واحد البطان، وتتلبس من زوج جهات. شوفوا شحال هايله ودافيه، ما تشوفوهاش هكا دافيه، وهنا جلد طول، وتتلبس من الفاصاد هذا، يعني تلبس من دو فاصاد. عنده هذه يعني نقدر نعتمدها له هكا، نلبس له فيها فيست. وعنده هذه ثاني جايه خشينه، يعني تاع البرد طول. الحق هذه ما نبغيش نلبسها بزاف، غير كي يعود بارد الحال طول ولا في الليل ولا.
ومعوله نشري له سراول، مازال له سراول، وشريت له تقاشر عادي تاع عادي برك ما عرفوا راهم، ونشري له سراول وعنده واحد لي غنويير جايين بالتيسي، تحسيهم لاوات، تحسيهم اختي بلاوات مخدومين. من بعد ان شاء الله في البارتي 2 نصورهم لكم. صح راح نوريلكم قبل ما نغلق الفيديو، قبل ما نكمل الفيديو، انايا كي يجي شتا حكمني الرعب، ما نكذبش عليكم، نخاف نخاف نخاف. ما تخيلوش من الخلعه. مجده هذوما ديجا تقولوا ليش يا كي تتشائمي ولا، باسكو البيبي كامل يمرض. ها مجده هذه بوليديكزا، ننصحكم كامل البنات كامل اللي عندكم لي بيبي صغار ولا ما ماشي بيبي ما يعني كبار، هذه القوت هذه قطره خلوها ديما عندكم، ديجا تصلح للكبار ولا الصغار، ما هيش غاليه مام يعني ماشي حاجه جو بونس ما اعرف والله ما على بالي 30,000 هكا. بوليديكزا هذه يعني مضادة للآلام، مضادة لفطرية الأذن، الشامبينيون، الودنين بصفة عامة. أنا ديجا عندي وحدة، وديجا هذه شريتها سيكور، وهذوما هذوما السيبو هذوما تاع الحمى والآلام، كل وحده تشري على حساب لاج نتاع بنها. انا بني عام و7 شهور شريت له هذوما، وكاينين اللي لونهم ازرق دوليبران. مهم ديما خلوا عندكم باراسيتامول هذه سيكور اون كتطلع له الحمى البيبي في الليل فجاه. انا بني عنده واحد 3 ايام كان لاباس عليه، الصباح نورمال ميم با هكا ساعه ساعتين طلعت له الحمى، اقسم بالله نلقاها 39. مزيه عندي السيبو هذوما ودايره احتياطاتي، لازم هذم ولازم هذم ولازم هذه السيليكونه تسرحوا بها الانف عافاكم الله. اي عندها الاخر تاعها غير معفوين ثاني، اللي عندها بيبي دنيتها كاع واضره. فازلين حاجه اساسيه، ما نحبش نستعمل لي برودوي شيميك بزاف للبيبي، والترمومتر حاجه اساسيه جدا. المحرار لازم في كل منزل، بلا بيبي لازم المحرار. هذوما حوايج اساسيه. ديري هكا بوشيت كيما هكا وعمريها، خبي فيها كلش احتياط. ماكش عارفه اختي يوم البيبي هذا تصراح على طريقه تكوني هكا وحدك، تكوني وما تكوني مجده امورك، ما تعوديش هكا في نص الليل حاله الطوارئ وتجري وخايفه، فهمتوني. وديجا عندي بارتي 2 ان شاء الله. تابعوني وفعلوا زر الجرس وشاركوني باش نكملكم الجزء الثاني على يعني افكار حول التربيه. واللي عندها اي فكره، عندها اي اقتراح، اي تعليق، اي نصيحه تنصحني، مام انا راني مبتدئه في التربيه. نتمنى ان الفيديو تاعي افادكم. تهلاو في روحكم حبيباتي، سلام.